ازيكم عاملين ايه؟ نفسكم تعملوا وصفة غدا سهلة وسريعة ما تاخدش منكم وقت ولا مجهود، ما تضطروش تقفوا في المطبخ كتير. وكمان بسيطة جدا ومختلفة إلى حد ما. هنعمل فراخ بطريقة مختلفة كده شوية، وجميلة قوي، ولو جربتوها ان شاء الله تعجبكم. وكمان هنعمل مكرونة بالصلصة بطريقة بسيطة خالص، من غير ما نسلق مكرونة. وزي ما انتم شايفين كده، بصوا الفراخ جميلة ازاي، لونها جميل قوي ومن جوه مستوية، وكمان طالعة مش ناشفة الحمد لله. والمكرونه بالصلصه، يعني بصوا الفيديو بيتكلم عن جمال المكرونه. جميله خالص، جوسي، مليانه صوص، مش معجنه الحمد لله. تنفع جدا للمبتدئين اللي مش بيعرفوا يظبطوا المكرونه بالصلصه. دي ابسط طريقه واسهل طريقه للمكرونه بالصلصه. لا بس لو اول مره تشوفوني يا ريت بقى تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. وكمان تاخدوا لفه في القناه وتتفرجوا على كل الافكار والوصفات اللي بقدمها، وتعملوا لايك وشير بقى. بصوا، اول حاجه بجيب الفلفل الالوان وهبدا اقطعه شرايح كده بالطول، زي ما انتم شايفين كده. الفلفل الاصفر وطبعا الاحمر. بعدين هجيب الفلفل الاخضر وبرضه هقطعه بنفس الطريقه. بعد كده هجيب صدور الفراخ. هستخدم صدرين كده، مش هنكتر، حاجه كده بسيطه على قد الوصفه. وهنقطعها مكعبات كده بالمنظر ده. مش عايزين نصغرها قوي عشان هي كده كده بتكش على النار. بعد كده بقى في طاسه سخنه كده، تكون سخنه جدا، هنزل معلقه كبيره من الزبده. بعد كده هنزل بالفراخ وهبدأ أشوح فيها كده لحد ما لونها يتغير تماما. بتاخد لها حوالي 10 دقايق كده. وهقول لكم بعدين ليه أنا حطيت أو سويت الفراخ الأول لوحدها من غير أي إضافات. بصوا هي كده يعني خلاص خدت، كلها غيرت لون، كل قطع الفراخ غيرت لون. بس واديتها تشويحة 5 دقايق كده، وهشيلها من على النار بالصوص اللي نازل منها بكل حاجة. هحطها في طبق كده بره، وهرجع لها تاني بعد شوية. بعدين في نفس الطاسة هنزل بمعلقة كبيرة برضو من الزبدة، وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. وهبدأ برضو اديله تشويحة كده لحد ما ياخد لون ذهبي بسيط كده. كده تمام، خد اللون الذهبي البسيط. هنزل بالفلفل الالوان الشرايح، وبرضو هشوح فيه كده لحد ما يدبل تماما كده، والكمية هتلاقوها كشت خالص. ليه بقى انا سويت الفراخ الاول لوحدها؟ عشان انا مش عايزاها تنزل مع
الفلفل الالوان والثوم المفروم وتطول قوي في سواها، فالفلفل الالوان يدبل زياده عن اللزوم، وكمان الثوم المفروم يتحرق زياده عن اللزوم برضو. لان الفراخ طبعا اكيد هتاخد وقت اطول منهم في السوا، يعني بتاخد لها حوالي ربع ساعه كده قبل ما تستوي. لكن دول ممكن ياخدوا لهم اقل من ربع ساعه، فعشان كده بدأت بيها هي، عشان من الحاجات ما تتحرقش، مكونات ما تتحرقش مني. بعد كده هنزل بقى بالصوص بتاع الفراخ اللي هو طلع من تسوية الفراخ، وهنزل بيه على الفلفل الالوان. مش هنرميه طبعا، الصوص ده جميل جدا، هيدي طعم واضافه حلوه قوي. بعد كده نزلت بالفراخ، بعد ما قلبت الصوص شويه مع الفلفل الالوان والثوم مفروم، نزلت بالفراخ واديتها تشويحه كده. وبعدين هبدا بقى اضيف البهارات. اول حاجه هنزل بمعلقتين صغيرين من الملح، بعدين معلقه صغيره من الفلفل الاسود، بعدين معلقتين صغيرين من بهارات الفراخ، ومعلقه صغيره من الكاري، واخر حاجه هيبقى كيس من 7 بهارات. وبعدين طبعا هقلب كل البهارات الجميلة دي مع الفراخ والفلفل الألوان وثوم مفروم. مش عايزة اقولكم الريحة كانت عاملة ازاي، جميلة قوي وبسيطة ومختلفة إلى حد ما. بس وهنسيبها كده 5 دقايق كده بس، تاخد وتدي مع البهارات على النار، وبس خلصت الفراخ كده. بعد كده في حلة سخنة خالص هنزل معلقة كبيرة من السمنة زي ما انتم شايفين كده، وحلة تكون كده حجمها ولا كبير قوي ولا صغيرة قوي، تكون حجمها مرتاح كده. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الزيت، وبعد كده هجيب بقى كيس المكرونة، كيس واحد من الكيس اللي هو الكيلو ده، وهنزل بكيس المكرونة اي شكل انتوا حابينه، ما عدا الاسباجيتي مش هينفع في الطريقة دي. وهقلب كويس خالص، اتأكد ان المكرونة خدت كويس خالص من السمنة والزيت، وابدأ اشوح فيها كده. اهم حاجة ان الحلة تكون سخنة، ودرجة حرارة الحلة تكون عالية، عشان ما تاخدش وقت في التحمير. احنا عايزين معظم المكرونة تاخد لون ذهبي كده زي ما هوريكم كمان شوية. بصوا كده، كده تمام خالص. بعد كده هضيف معلقتين صغيرين من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهقلب كويس خالص. بعدين هجيب صلصة الطماطم، وهنزل ب3 معالق كبيرة من صلصة الطماطم. مش هستخدم عصير الطماطم، لأن عصير الطماطم بيكون فيه نسبة مية، وأنا مش عايزة المكرونة تعجن، لأن أنا لسه هنزل بمية مغلية، فكده نسبة المية هتبقى كتيرة شوية، فالمكرونة ممكن تعجن. فاحنا عايزين نقلل نسبة المية على قد ما نقدر عشان المكرونة ما تعجنش. هقلب كده كويس خالص، بعدين هنزل بميه مغليه كويسه، يعني مغليه كويس جدا جدا، تكون لسه يعني مطفيه، يكون لسه الكاتل طافيين عليه، ونروح نازلين بالميه المغليه دي كويس خالص على المكرونه لحد ما تغطي وش المكرونه كده، وندي تقليبه. وبعدين هنغطي الحله ونسيبها على نار متوسطه اقل من 10 دقايق، 8 دقايق بالظبط، وتبصوا عليها هتلاقوها جوسي وفيها نسبة صوص كده، وهتلاقوا أحلى وأطعم وأسهل طريقة مكرونة بالصلصة. من تركاتها بس بسرعة كده، إن هي أهم حاجة الحلة تكون حجمها مرتاح، ما نكترش عن كيس واحد من المكرونة، ما نزودش نسبة المية عن المية اللي قلت عليها، اللي هي المية المغلية، لغاية ما نغطي وش المكرونة عشان ما تعجنش مننا. وأتمنى تكون الوصفة عجبتكم، شكرا جدا مشاهدتكم ومتابعتكم، وأتمنى إن انتوا تاخدوا لفة في القناة كده وتتفرجوا على كل الوصفات والأفكار البسيطة اللي بقدمها، وكمان تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وشكرا جدا ليكم.